بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم تحية الإسلام من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف أحييكم برفقة الزملاء الفنيين والمشرفين، وفي حلقة من برنامج مع اللغة العربية، في الحلقة 171 بحمده تعالى. أرحب بكم أجمل ترحيب أيها الأحباب، متمنيا لكم أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم ويجزينا حسن الثواب على ما نطل عليه وإياكم في هذه القناة المباركة. عزيزي المشاهد، دوما في اللغة العربية إذا أردت أن يعني تعرف أسرار هذه اللغة وجمالياتها وبلاغتها وثراها وغناها، فتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى وأنت تقرأ القرآن الكريم. ولا بد أن يكون لك علاقة مباشرة بالقرآن الكريم، ليس في الصلوات فحسب، ولكن هذه القراءات الوترية اليومية بين لحظة وأخرى. واليوم طبعا أن تستمع إلى كتاب الله وأن تقرأ كتاب الله بمختلف الاتجاهات مع الوسائل التكنولوجية الحديثة في وسائل الاتصال، ما أسهلها اليوم. وبالتالي عزيزي المشاهد، أنا أدعو دوما إلى مواصلة القرآن الكريم، وليس هنالك كتاب قرأناه في هذه الدنيا أكثر من القرآن الكريم، ولا نزال نقرأه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا فيه ثواب الخير وثواب القراءة والتأمل. كثيرا ما أتأمل وأنا أقرأ القرآن الكريم عزيزي المشاهد، كلمة الريح والرياح في القرآن الكريم وردت مرات كثيرة. العلماء يقولون الريح فيه العذاب، وفيه ليس ما نقول ما فيه الخير، ولكن فيه ضرر وفيه شيء من ذلك بعكس الرياح. وقد بحثت وقرأت فيما وقفت عليه، فقلت في ذا المشاهد الكريم، طالما نحن في برنامج مع اللغة العربية، فبحثت ما ورد. أولا، كم مرة وردت الريح والرياح في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وسأتلو عليكم الآيات البينات. ثم دلفت كذلك إلى المفسرين القدامى والمحدثين كذلك، من القدامى أمثال الإمام الرازي والقرطبي والطبري والألوسي وغيرهم. وقلت أفيد المشاهد الكريم بهذه التأملات في كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نأتي إلى الآيات التي وردت فيها الريح والرياح في كتاب الله عز وجل، العلماء يقولوا معنى الريح واشتقاقاتها. طبعا هذه اللغة لغة الاشتقاق، ومن كلمة واحدة مفردة واحدة يمكن أن تشتق منها عشرات بل مئات الكلمات. فمعنى الريح واشتقاقها: الريح لغة نسيم الهواء، سواء كان طيبا أو نتنا، وهي أنثى، وقد وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف بلفظ الأنثى، ولم ترد بلفظ المذكر. قال تعالى: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. آل عمران الآية 117. وقال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات في سورة الروم 46. وروى أبو داود في سننه أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. وقد وردت كذلك في الشعر الجاهلي بلفظ الأنثى. قال امرؤ القيس: كأن على لباتها جمر مصلط، أصاب غضا جزلا وكف بأجزال،
وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمالا في منازل قفال. وآخرون قالوا كثير في الشعر، حيث وردت بأسماء مختلفة. وكذلك عزيزي المشاهد، آه، أنا سأختصر وأدلف إلى ما أود الحديث عنه. و... وماذا عن تكون الرياح وحركتها عند الفلاسفة؟ أجمع كما يقول العلماء والفلاسفة كذلك، وخلونا برضو نخط شيئا من ذلك على خلفية الشاشة. أجمع الفلاسفة على أن الريح هي الهواء، وإنما تتولد من البخار اليابس. وأسباب حركة الرياح هو صعود البخار اليابس من البراري والقفار بفعل الحرارة. يقول ابن سينا: وكما أن المطر وما يجري مجراه إنما يتولد من البخار الرطب، وكذلك الريح وما يجري مجراها تتولد عن البخار اليابس الذي هو الدخان. وهكذا يذهب العلماء ويتحدث أولئك الفلاسفة والعلماء، لهم تعريفات مختلفة. نأتي الآن عزيزي المشاهد إلى الآيات قبل أن أدلف إلى الريح والرياح في القرآن الكريم. دعوني في البدء في برنامج يعني فقنا الله سبحانه وتعالى أن نتحصل على هذا البرنامج. أولا سأتلو عليكم الآيات التي وردت فيها الرياح، تقريبا هي 8 أو 9 آيات. أعتقد خلونا نقرأها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كما نزلها للجهاز. هذه التي الآيات البينات التي وردت فيها كلمة الرياح. طيب، يقول الحق سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه آية نزلت فيها كلمة الريح. وقال عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يديه حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الآية تبدأ: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يديه. الآية الثالثة: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. في الرابعة: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. في سورة الكهف: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز وجل: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله عما يشركون. أإله مع الله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى عما يشركون. تعالى الله عما يشركون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال عز وجل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا
فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وقال عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وأخيرا: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هذه هي الآيات التي وردت فيها كلمة الرياح، وقلنا أنها 9 مرات. نأتي الآن إلى كلمة الريح. الريح أقل من الآيات التي وردت فيها الرياح. رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع من عذابه وعقابه. يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذه واحدة من الآيات التي نزلت فيها كلمة الريح. وقال عز وجل: أأمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وقال المولى عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال المولى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي آية أخرى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وقال أيضا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وفي آية بينة: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأخيرا: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذه على هامش حديثنا الآيات التي نزلت فيها الريح والرياح في كتاب الله عز وجل حسب ما أفادني به هذا الموقع، الذي إذا كتبت فيه أي كلمة وردت في القرآن الكريم بيديك مجموعة منها، لكن لا يعطيك في أي سورة. وبالتالي هذه طريقة أن تبحث كذلك في أي سورة نزلت وفي أي جزء هي موجودة وماذا قال عنه العلماء. هكذا يكون التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، لا زلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة وحلقة في برنامج مع اللغة العربية. اليوم نتحدث الفرق بين الريح والرياح كما فسرها العلماء في القرآن الكريم. طيب، نأتي الآن ودعونا برضو نرجع للوجو حقنا. يعني الريح والرياح في القرآن الكريم، يقول العلماء: وردت كلمة الريح والرياح كثيرا في القرآن الكريم كما استمعتم، وقد اختلفت الكلمتان اختلافا بينا في معناهما، إذ إن لفظ الريح كسر همزة إن بعد إذ لابد أن تكسر واحدة إذا وقعت بعد القول، إذا جاءت في بداية الكلمة، إذا جاءت بعد إذ. وهنا عمنا الجوجل مدينا لها إذ أن، هي الصح إذ إن.
إذ إن لفظ الريح المفرد دائما ما يحمل معنى العذاب. الريح ومعنى رياح في الجمع دائما ما يحمل معنى الرحمة والخير. هذا بشكل عام. قال الراغب فيما أورده القرطبي: إن عامة المواضع في القرآن الكريم التي ذكر الله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب، وكل موضع ذكر بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة. وقال الرازي: وأعلم أن كل واحدة من هذه الرياح مثل الأخرى في دلالتها على الوحدانية. وأما من وحد فإنه يريد الجنس، كقولهم: أهلك الناس الدينار والدرهم. وإذا أريد بالريح الجنس كانت قراءة من وحد كقراءة من جمع. فأما ما روى الحديث من أنه كان إذا هبت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فإنما يدل على مواضع الرحمة بالجمع أولى. قال تعالى كما قرأنا: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وإنما يبشر بالرحمة. وقال في موضع الإفراد: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وقد يختص اللفظ في القرآن بشيء فيكون إمارة له، فمن ذلك أن عامة ما جاء في التنزيل من قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، وما كان من لفظ إدراك فإنه مفسر لمبهم، كقوله: وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما هي نار حامية. قال القرطبي: وكان أبو جعفر يزيد بن القعقاع يجمع الرياح إذا كانت فيها ألف ولام في جميع القرآن، سواء تهوي به الريح والريح العقيم. فإن لم يكن فيه ألف ولام أفرد، جعله مفرد. فمن وحد الريح فلأنه اسم جنس يدل على الكثير والقليل، ومن جمع يعني أوحد الريح، ومن جمع فالاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح، ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن الكريم، نحو الرياح مبشرات والريح العقيم. فجاءت في القرآن مجموعة من الرحمة مفردة مع العذاب، مجموعة مع الرحمة ومفردة مع العذاب، إلا في يونس في قوله: وجرين بهم بريح طيبة. وروى، عشان كده أنا قلت هذا ما عرضه لي الجهاز: وجرين بهم بريح طيبة. هل قرأتها ولا ما؟ لا لست متأكد. فإن لم نكن قد قرأناها فيما وردت فيه الريح فأدخلوها في الآيات التي وزنت فيها الريح. لكن هنا جاءت مبشرات، يعني بريح طيبة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا هبت الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ذلك لأن الريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد، وريح الرحمة لينة متقطعة، فلذلك هي رياح. يقول الرازي: سمي النافع رياحا والضار ريحا لوجوه. أحدها أن النافعة كثيرة الأنواع، النافعة يعني كثيرة الأفراد فجمعها، فإن كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياح النافعة، ولا تهب الريح الضارة في أعوام، بل الضارة في الغالب لا تهب في الدهور. الثاني أن النافعة لا تكون إلا رياحا، فإنما يهب مرة واحدة، لا يصلح الهواء ولا ينشئ السحاب ولا يجري السفن. وأما الضارة بنفحة واحدة تقتل كريح السموم. والثالثة أن الريح المغبرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكميتها،
أما الكيفية فإذا كانت حارة أو متكيفة. وأما الكمية في الرياح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت كالخلجان ومياه العيون، إذا اجتمعت تصير نهرا عظيما لا تسده السدود ولا يرده الجلمود. ولا شك أن في ذلك تكون واحدة مجتمعة من كثير، فلهذا قال في المضرة ريح وفي النافعة رياح. يقول نستعرض كلمة ريح المفردة ورياح المجموع حسب ورودها في القرآن الكريم. نعم، مزيدا من الإفادة. كلمة ريح المفردة في القرآن الكريم وردت كلمة ريح المفردة 19 مرة في القرآن الكريم، منها ريح 14 مرة، وكلمة ريحا 4 مرات، وكلمة ريحكم، فتذهب ريحكم مرة واحدة، فلا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. في الآية التي تدعو إلى وحدة الناس قال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آل عمران الآية 117. هنا جاءت كلمة ريح مفردة وخالي من الألف واللام، ريح كمثل ريح، ولكن جاءت مع العذاب. ومعنى الآية كما ذكر القرطبي: ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير وقت الزراعة أو في غير مواضعها فأدبهم الله تعالى لوضعهم الشيء في غير موضعه. وقد ذكر الصر في الشعر الجاهلي، ذكر يقول حاتم بن عبد الله الطائي طالبا من غلامه حاتم الطائي أن يوقد النار في ليلة باردة حتى يراها من يمر بها، فإن جلبت ضيفا فهو حر، أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يا سلام يا أخي! يعني حاتم الطائي هذا كان رجل كريم، وفيما أظن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب بشعره يعني. وحاتم الطائي ذات يوم على هامش الحديث، يعني أنا إذا تذكرت شيء سأقول أشياء يعني. وهكذا تكون البرامج عزيزي المشاهد، وأنا لا أؤمن يعني أن نقرأ دائما من الأشياء يعني. في هذه القناة المباركة نلتزم أن نقرأ، لكن في برامج أخرى ما أقوم بها أضع عروس مواضيع وأتحدث. فزوجته كانت اسمها ماوية، فلامته على أن يعني حاتم الطائي ده يبذل كل ما عنده، يعني عنده ناقة واحدة، عنده غنماية، يأتيه ضيف يضحى له، يقول الله كريم. فقالت له: يا حاتم الطائي، على رسلك ومهلك، ستضيعنا بهذه السلوكيات في الكرم والضيافة وما إلى ذلك. فقال لها فيما أذكر: أماوي إن المال غاد ورائح، ولم يبقى من المال إلا الأحاديث والذكر. أماوي إن المال غاد ورائح، وما يبقى من المال إلا الأحاديث والذكر. أماوي إما أنفقت لم يك ضرني، وإن يدي مما بخلت به صفر. وهكذا قال لها المال ده جاي ورايح، سبحان الله. ولذلك يعني حاتم الطائي مثال للكرم طبعا. فهذا على هامش الحديث يعني. فقال: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يا سلام! وذكر الزجاج فيما أورده القرطبي: الصر صوت لهب النار التي كانت في تلك الريح، أعوذ بالله من النار. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. شوف، ريح طيبة وجاءها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، في سورة يونس الآية 22. فلما أنجاهم بخلوا إلى آخر الآية. في هذه الآية وردت كلمة ريح مرتين، الأولى بريح طيبة والثانية ريح عاصف، وردت في الأمرين بالتقابل، شيء وضده. يقول القرطبي: أفردت مع الفلك لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة، ثم وصفت بالطيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب. قال الجوهري: وجمع العاصف عواصف، والمعصفات الرياح التي تثير التراب والورق وعصف الزرع. قال ذو الرمة، ذو الرمة طبعا من الشعراء الكبار: ألا حي المنازل بالسلام، على بخل المنازل بالكلام، لميت بالمعى درجت عليها رياح الصيف من عام فعام، سجين ذيولهن بها فأمست مصرعة بها دعم الخيام، رجحت على بوارح كل نجم وطيرت العواصف بالثمام. وهذه ذكرتني أفي صحو أنا أم في منامي، أحقا هذه دار السلام، لشاعرنا المجيد فراج الطيب السراج، العالم الفقيه الشاعر اللغوي النحرير المفلق رحمة الله عليه. ذهب ذات يوم إلى المربد فرأى بغداد أيام عزها، فقال: أفي صحو أنا أم في منامي، أحقا هذه دار السلام. ودار السلام اسم من أسماء بغداد. وهي كانت قصيدة طويلة 100 وشيء من الأبيات، قرأها لنا أستاذنا فراج الطيب قبل أن يقرأها في المربد، ده في عهد صدام حسين رحمة الله عليه. فقال: أفي صحو أنا أم في منامي، أحقا هذه دار السلام، أتحت سمائها أحدو ركابي، وفوق فنائها ألقي زمامي، أمهد الرافدين وأنت قدما محلك في القوارب والسنام، رأيتك قبل رؤيتك ائتلاقا يطرز جبهة الشرق القدام، وشمتك في السطور سطور نور كأجنحة الملائكة الكرام، وقد شمخ النخيل بعدوتيها كتائب عن محارمها تحامي، إلى آخر القصيدة. فذكرتني نفس الروي ونفس ألا حي المنازل بالسلام، على بخل المنازل بالكلام. ده ذو الرمة يقول: سجين ذيولهن بها فأمست مسرعة بها دعم الخيام، رجحت على بوارح كل نجم وطيرت العواصف بالثمام. قال أيضا ذاكرا للمعصفات: أناخت روايا كل دلوية بها، وكل سماك ملث المبارك، بمسترجف الأرض كأن عجاجه من الصيف أعراف الهجان الأوارك، فلم يبق إلا دمنة هار نؤيها وجيف الحصى بالمعصفات السواهك. قال تعالى في الآية الثالثة: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. سورة إبراهيم الآية 18. يقول القرطبي في وصف اليوم بالعصوف 3 أقاويل، أحدها: إن العصوف وإن كان للريح فإن اليوم قد يوصف به، لأن الريح تكون فيه، فجاز أن يقال يوم عاصف، كما يقال يوم حار ويوم بارد، والبرد والحر فيهما. والثاني أن يريد في يوم عاصف الريح لأنها ذكرت في أول الكلمة. والثالث أنه من نعت الريح، غير أنه لما جاء بعد اليوم أتبع إعرابه كما قيل.
جحر ضب خرب، ذكره الثعالبي والمارودي. ومشهد الرماد يشتد به الريح في يوم عاصف، يجسم فيه السياق معنى ضياع الأعمال سدى، حيث لا يقدر أصحابها على الإمساك بها والانتفاع بها. ومن هذا المعنى أخذ شاعرنا المجيد إدريس جماع رحمة الله عليه، الشاعر السوداني المعروف: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح أجمعوه. شوف، ما قال رياح. إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح أجمعوه، فلما عجزوا منه قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربه كيف أنتم تسعدوه. أخذ من هذه الآية في يوم عاصف اشتدت به الريح إلى آخر الآية التي ذكرناها، فأخذت متناقضات. إن حظي كدقيق. تخيل حظك أن يكون كدقيق. وفوق شوك نثروه، حظك دقيق فوق شوك. ثم قالوا لحفاة أن يسيروا على ذلك الشوك، ثم قالوا لحفاة يوم ريح أجمعوه، والريح هوج، أجمعوه مستحيل طبعا. فلما عجزوا منه قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربه كيف أنتم تسعدون. وطبعا كان يعاني من وعكة عقلية رحمة الله عليه، وهو ذلك أستاذ طبعا، كان أستاذا من أساتذة التعليم والمربين الكبار، إدريس جماع رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جنانه. ومات هكذا فاقدا للوعي يعني. وعنده من عيون الشعر. وعندما قامت هذه المصيبة التي يعيشها السودان ذات يوم، أنا كتبت: ليس عدلا ليس حقا قولكم إثما دعوه، قسمة ضيزى فأنا مع ضلال تجمعوه. مجاراة لتلك القصيدة حركنا فيها أحد الشعراء الأعزاء، يعني له التحية. في الآية الرابعة قال تعالى: أأمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. سورة الإسراء 69. في التفسير: البشر في قبضة الله في البر وفي البحر، فكيف يأمنون أن يخسف بهم جانب البر بزلزال أو غيرهم، أو يرسل عليهم عاصفة أو قاصفة من الريح فتتحطم سفنهم فيغرقون فلا يجدون من يطالب بتبعة إغراقهم. والله الإنسان ده ضعيف، كنت في طيارة ولا كنت في البر ولا كنت في البحر ولا كنت بين هذا وذاك. يقول الطبري عن الريح القاصف: وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه وتدقه. من قولهم: قصف فلان ظهر فلان إذا كسره، فيغرقكم الله بهذه الريح القاصف بما كفرتم. اللهم نجنا. في الآية الخامسة قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تذروه الرياح وتذروه الرياح، سورة الكهف 45. أتت الرياح في هذه الآية بمعنى العذاب، لأن البعض قرأها تذريه الريح. قال القرطبي في قوله تعالى: وتصريف الرياح، قرأ حمزة والكسائي الريح على الإفراد، وكذا في الأعراف والكهف والنمل والروم وفاطر والشورى والجاثية
لا اختلاف بينهم في ذلك. وذكر الطبري مفسرا هذه الآية يقول عز وجل لنبيه: واضرب لهم، واضرب لحياة هؤلاء المستكبرين أباطرة قريش الذين قالوا لك اطرد عنك هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، عشان نجيك نحن اطرد المساكين دي. بلال والآخرون رضي الله عنهم وأرضاهم يعني. اطرد عنك هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إذا نحن جئناك. استكبار الإنسان يعني. الدنيا منهم مثلا يقول، شبهها كماء أنزلناه من السماء إلى الأرض فاختلط بالماء نبات الأرض فأصبح نبات الأرض يابسا تذروه الرياح تطيره وتغرقه، يقال منهم ذرته الريح تذروه ذروا، وذرته ذريا، وأذرته تزريا إذ راء. في الآية السادسة قال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الأنبياء الآية 81. وقال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، في سورة سبأ الآية 12. وقال تعالى: فسخرنا له أي سليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، سورة صاد الآية 36. وردت كلمة الريح في هذه الآيات 3 مرات في سور مختلفة، فهي الريح سخرها الله تعالى لسليمان وجعل توجهها غادية يستغرق شهرا ورواحها يستغرق شهرا، كذلك وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحها يدركها سليمان عليه السلام ويحققها بأمر الله تعالى. ولا تعارض بين الريح الرخوة وهي الطيبة اللينة والريح العاصفة في هذه الآيات. يقول الرازي: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء أي رخوة لينة. وفي اللغة العربية العادية برضو عندنا أهلنا في السودان وفي إريتريا يقول لك هذه أرض رخوة، ما تبقى رخي كده وهكذا، أي رخوة لينة لا تزعزع ولا تمتت عليه، كانت طيبة. ولا منافاة بينها وبين قوله: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، فإن المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرياح العاصفة، إلا أنها لما جرت بأمره كانت لذيذة طيبة فكانت رخاء رخوة. هكذا عزيز المشاهد، يعني عندما تقرأ القرآن، يعني في ناس وحدين يقرؤوه فقط ليكملوه، توقف في آية كده وابحث، ستهتدي إلى أشياء كثيرة يعني. وقال تعالى في الآية 9: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، سورة الحج 31 الآية 31. هذه صورة صادقة لمن يشرك بالله، حيث يهوي من أفق الإيمان السامق إلى حيث الفناء، لأنه فقد القاعدة الثابتة أو الفناء، وهي قاعدة التوحيد، فتخطفه الأهواء تخطف الجوارح وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح. قال الرازي: قال صاحب الكشاف: إن كان هذا تشبيها مركبا فكأنه قيل: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه، أهلك نفسه إهلاكا ليس وراءه هلاك، بأن صور حاله بصورة، صور حاله بصورة حال من فر من السماء فتخطفه الطير،
تخيل واحد واقع من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال بصورة حال من فر من السماء فاختطفته الطير فتفرغت أجزاؤه أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة. وإن كان تشبيها مفرقا فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء، والذي ترك الإيمان وأشرك بالله كالساقط من السماء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة، والشيطان الذي يطرحه في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بها عصفت به في بعض المهاوي المتلفة. نعم، متى تهتدي يا تائه النفس والفكر، وحتى متى كوين الضلالة والكفر. قال الشاعر برضو فراج الطيب في الآية، هذه الآية العاشرة، نعم، قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صيغة مبالغة من الصبر والشكر. لآيات لكل صبار شكور. الشورى الآيتين 32 33. فالريح عزيز المشاهد قوة تجري بأمر ربها. نعم، كل شيء بأمره. فالريح قوة تجري بأمر ربها، فقد تركض أحيانا فتهمد هذه الجواري وتركض كما لو كانت فارقتها الحياة. قال القرطبي: أي فيبقي السفن سواكن على ظهر البحر لا تجري، أو يوبقهن بما كسبوا. في آية: أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق السفن، أي يغرقهن بذنوب أهلها. وفي الآية 11 قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. سورة الأحقاف الآيتين 24 25. قال ابن عباس فيما أورده القرطبي عن قوم هود: شيبتني هود وأخواتها. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: سورة هود دي بقى فيها ما فيها يعني. أول ما رأوا العارض مثل ما ترونه أو هذا مثلا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم مثل هذا مثلا، قال ابن عباس فيما أورده القرطبي عن قوم هود: أول ما رأوا العارض قاموا فمدوا أيديهم، فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارج من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريح بين السماء والأرض مثل الريش، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم، وأمر الله الريح فأهالت عليهم الرمال، فكانوا تحت الرمال 7 ليالي و8 أيام حسوما ولهم أنين، ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. عزيزي المشاهد، والله ليس هنالك أجمل من القرآن الكريم. كلما قرأت القرآن كلما يعني أدركت بقيم الإيمان، وفي نفس الوقت يا أخي فصح لسانك يا أخي وتفهم أن هذه اللغة لغة غنية وشريفة. ولا يغرنك ولا يضرنك من لا تعلم من تلك ما لا تعلم من تلك اللغات، من الإنجليزية إلى آخر لغة العجم تلك يعني. روى أبو داود في سننه عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسولا قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى هكذا قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم. أوه كده، هذه ليست من شيم المؤمنين يعني، التبسم يعني. حتى في الحديث النبوي التبسم في وجه أخيك صدقة، وليس القهقه والضحك وكده يعني. فربنا يستر علينا كلنا يعني. مجرد التبسم. وهم مما لاحظته عند الخواجات هنا يعني، ليعطيك الأمان وتعطيه الأمان، يديك بسمة كده بس. وما فيها مرات ما فيها كلام، بس يديك الوجه الطلق يعني. ده التبسم يعني. إنما كان يبتسم يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، وعرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائش، أو يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح. قوم هود، عاد. ولذلك آه ودائما اللهم اجعلها أمطار خير وبركة ورحمة. شيخ الأشقر رحمة الله عليه عندما يرى البرق وهكذا، ودائما كان يقول: اللهم اجعلها، يعني في أحاديثه، لأنه دروسه كانت على الحوش كما تحدثنا في يوم من الأيام. رحمة الله على شيخنا الأشقر. اللهم اجعله واجمعنا به في مستقر رحمتك يعني. فدرسه كان بين المغرب والعشاء في حوش المسجد الكبير في كسلة، عندما كانت كسلة يعني. فأنا سآتي بعدين سأتحدث عن موقف كده يعني مع الأشقر لما نكمل الآيات هذه. في الآية 12 قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. في سورة الزاريات 41 42: الذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالمقسمات أمرا إن إلهكم لواحد. قال القرطبي: وهي التي لا تلقح سحابا ولا شجرا، ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة. ومنه امرأة عقيم. الريح الريح العقيم ما تذر من شيء إلا أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وتقول امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. في الآية: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ويجعل من يشاء عقيما. ثم قيل: هي الجنوب. روى ابن
أبي الذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن النبي: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقال ابن عباس: هي النكباء. وقال عبيد بن عمرو: مسكنها الأرض الرابعة، وما فتح لعاد منها إلا كقدر منخر الثور. لا إله إلا الله. قال أبو إسحاق فيما أورده ابن منظور: الريح العقيم التي لا يكون معها لقح، أي لا تأتي بالمطر، إنما هي ريح الإهلاك. وقيل هي التي لا تلقح الشجر ولا تنشئ السحاب. وذكر الخليل فيما أورده ابن سيدي: ريح عقيم لا تلقح شجرا ولا تنشئ سحابا ولا مطرا، عدلوا بها ضدها، وهو قولهم ريح لاقح، أي أنها تلقح الشجر وتنشئ السحاب، وله نظائر كثيرة. وتجمع العقيم على عقائم. قال ذو الرمة: هم قرنوا بالبكر عمرا وأنزلوا بأسيافهم يوم العروض بن ظالم مقار، إذا العام المسمى تزعزعت بشفائه هوج الرياح العقائم. في الآية 13 قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. الحاقة، الآية من 6 إلى 8. في الآية 14 وقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، في سورة فصلت الآية 16. وقال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. لا إله إلا الله. القمر، الآية 19-20. قال القرطبي ذاكرا الصرصرة أي بادرة تحرق، تحرق ببردها كإحراق النار، مأخوذ من الصر وهو البرد. قاله الضحاك. وقيل إنها الشديدة الصوت. وقال مجاهد: الشديدة السموم، عتت على خزانها فلم تطعهم، يعني عتت عن أمر ربها، عصت يعني. وذكر الزجاج فيما أورده الأزهري: صرصر متكرر فيها الراء، كما تقول قلقلت الشيء وأقللته إذا دفعته من مكانه، هززته هزناك. إلا أن قلقلته رددته وكررت رفعه، وأقللته دفعته، وليس فيه دليل تكرار. وكذلك صرصر وصر وصلصل وصل، إذا سمعت قول الصرير غير مكرر. وقال امرؤ القيس: إن الصرصر شديدة المرور، ولكنه لم يوضح أهي حارة أم باردة، إذ يقول: أهاجك الربع القواء المقفر، غيره مر دروج صرصر، يروح في آياته ويبكر. الرواح والبكر. وذكرت الخنساء أي تماضر بنت عمرو، أشعر شاعرات من المؤمنات الصحابيات. الخنساء تماضر بنت عمرو: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجواد الجميل، ألا تبكيان الفتى السيد. يعني ترثي صخرا، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وهي التي قالت: الحمد لله الذي شرفني
باستشهادهم، وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. المأساة، مأساة الصبر والإيمان كما يعلم التاريخ. ذكرت الخنساء أنها الباردة التي تثير الغبار، وذلك عندما أشارت إلى كرم أخيها صخر. والمشبع القوم إن هبت مصرصرة، نكباء مغبرة هبت بصراد. هو أخيها من أبيها. في الآية 16 قال تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، في سورة الروم 51. يقول الرازي: وقال في بعض الآيات: يرسل الرياح، على طريقة الإخبار عن الإرسال. وقال ها هنا: ولئن أرسلنا، لا على طريقة الإخبار عن الإرسال، لأن الريح من رحمته وهي متواترة، والريح من عذابه وهو تعالى رؤوف بالعباد يمسكها. لذلك ترى الرياح النافعة تهب في الليالي والأيام في البراري والآكام، وريح السموم لا تهب إلا في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة. وقال القرطبي: والريح يجوز تذكيره. قال محمد بن يزيد: لا يمتنع تذكير كل مؤنث غير حقيقي، نحو أعجبني الدار وشبهه. ممكن تقول أعجبتني الدار وأعجبني الدار. وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس: الزرع وهو الأثر. والمعنى: قرأوا الأثر مصفرا. واصفرار الزرع بعد اخضراره يدل على يبسه. يابس تبل برضو بالتقريت تقول يابس، وبالتقنية برضو ممكن تقول يبسه. وكذلك السحاب يدل على أنه لا يمطر، والريح على أنها لا تلقح. في الآية 17 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. سورة الأحزاب. أنا دائما يعني أحب أقرأ سورة الأحزاب كثير، يعني المعارك والأحزاب والتبيين الحق والباطل وهكذا، يعني يجد فيها متعة. سورة الأحزاب هي الريح التي فرغ بها الله تعالى المشركين في غزوة الأحزاب. زلزل المؤمنون زلزالا شديدا. ذكر الطبري عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله. فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا. ريح الصبا تأتي من المشرق. باستقراء الآيات التي وردت في هذا الجزء نجد أن كلمتي ريح وريحا قد جاءت في المفردة مقرونة بالعذاب، إلا في سورة يونس الآية 22، وقد وردت في الأمرين كما ذكرنا بالتقابل خيرا وشرا، كما وردت كلمة الريح في مقام المنة والرحمة بتسخيرها لسيدنا سليمان عليه السلام في سورة الأنبياء 18 وسبأ 22 و36. وقد وردت كلمة ريح في سورة يوسف بمعنى رائحة. قال تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال الطبري: إن الريح استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف عليهما السلام قبل أن يأتيه البشير، فلما أن جاءه البشير ألقى على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، إلى آخر الآية. قبل أن يأتيه البشير فأذن لها فأتته بها، ولأنها بمعنى رائحة لذلك نستبعدها. وكذلك وردت ريحكم في سورة الأنفال. قال تعالى:
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا وردت كلمة ريحكم بمعنى لا تختلفوا، بمعنى لا تختلفوا فتذهب ريحكم، فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا وردت كلمة ريحكم بمعنى لا تختلفوا فيما بينكم فتضعفوا وتذهب قوتكم، ولم تأتي بمعنى الريح التي تسبب أو تتسبب إلى العذاب. قال القرطبي: وتذهب ريحكم أي قوتكم ونصركم، كما تقول الريح لفلان إذا كان غالبا في الأمر. واستشهد بقول الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. يعني لما تجيك الفرصة أقبض عليها. مش كل مرة فإن لكل خافقة سكون. سكون يعني العدم يعني، والسكون هو عدم الحركة. ومن هنا يقال إنه حتى في الحركات والتشكيل السكون، يقولون: لماذا سميت الفتحة بالفتحة؟ يعني تفتح الكلمة، إذا يعني الفتحة هي من فوق الحرف، لأنك لا بد أن تفتح فاك، تقول باء تاء، لا يمكن أن تقول الفتحة غير أن دون أن تفتح فمك. فتحة ف، ولذلك مرتبطة بفتح. هذه لغة جميلة يعني. ولماذا سميت الضمة بالضمة؟ لأنك إذا أردت أن تضم حرفا بو تو ثو جو، فإنه يجب عليك أن تضم فاك، تعمل كده. لا يمكن أن تنطق الضمة قبل أن تضم فاك. ضو، لا يمكن أن تقرأ لا، لا يمكن أبدا. والله في غير اللغة العربية هذه الجماليات وهذه الخصوصية ما موجودة. والكسرة أنك تكسر حركة الحرف، يعني كي بي، أصلا الحرف ما هو متحرك يعني. تي في جي، كان هناك كان في يعني حركة كده. ما دارين نتكلم بغير العربية، لكن مرات بنقول عربي وتقرينيا وتقريت كده يعني، لأنه هي دي أصول عربية. فأنك تكسر حركة الحرف. نأتي إلى السكون. لا يمكن أن تنطق السكون، لأنه نطق الحرف هو حركة بحد ذاته. أنت عندما تنطق الفتحة والضمة والكسرة فإن شيئا ما يتحرك حركة يعني طويلة أو قصيرة يعني. وفي السكون تسكن الحركة والتجيف يعني. يعني وأنا أدرس أطفالي في المدرسة، أشرح لهم مثل هكذا، مع أنهم لغير الناطقين بها يعني، هواجات يعني، حتى من جنسيات إفريقية وعربية وكذا، خلاص مولودون هنا هم عجم يعني لغير الناطقين بها. فلا يمكن أن سموها سكون لأنك تسكن، يعني توقف الحركة اللي كانت موجودة. ولا يبين كلامك لأنك أنت ساكن، الحرف ليس متحرك، والحركة ليس متحركة في التشكيل وحركة الحرف، إلا أن تقرنه بحرف آخر، إما مفتوح مرفوع أو مكسور، فيبن هنا أو يتبين السكون. كقوله تعالى مثلا، نقرأ الآية دي: ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا الفاء فيها سكون، تمكنا من قراءته لأنه قبله فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني السكون ده لا يبان في القراءة والأشياء إلا أن يرتبط بحرف متحرك قبلها أو بعدها، هنا يبان. أما لوحده فهو ساكن، والساكن ده لا يمكن أن يبان في الحديث. من هنا يعني أحببت أن أتحدث قليلا عن ذلك. وكذلك، ولما نعود إلى الآية
وكذلك وردت ريحكم في سورة الأنفال، قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا وردت كلمة ريحكم بمعنى لا تختلفوا فيما بينكم فتضعفوا وتذهب قوتكم إلى آخر ما قرأناه: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. أعتقد أنه يجب أن نتوقف هنا، نأتي إلى كلمة رياح المجموعة في القرآن الكريم. كل ذلك كان عن الريح. إن شاء الله إذا مد الله في الآجال ووفقنا أن نتحدث عن رياح، كلمة رياح المجموعة في القرآن الكريم. على ذكر شيخنا الأشقر رحمة الله عليه وأكرم مثواه، عدت إلى كسلة بعد انقطاع طويل، يعني على هامش السيرة يعني. فأتيت إلى المسجد فوجدت باعة في مدخل المسجد يبيعون أشرطة وبعض الكتب، وهم من أهلنا. فسألت أحدهم فقلت له: هل لديك الأشرطة العادية التي تدخلها في جهاز التسجيل لتسمعها، هل لديك تسجيلات عن الشيخ الأشقر رحمة الله عليه؟ أريد أن أسمع صوته يعني. حيث كانت له دروس في القرآن الكريم في إذاعة كسلة، وكانت له حلقات من المحاضرات تسجل وكانت تباع. الأشرطة في زمننا في التسعينات، يعني نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، حيث خرجنا من 91 توجهنا إلى الوطن العزيز إريتريا. فشيئا عاديا أن يقول لك عندي أو ما عنديش يعني. فسألني باستغراب، قال لي: ومن هو الأشقر؟ لا إله إلا الله. حقيقة يعني صدمت، حقيقة يعني. هذا الرجل كان عالم مدينة كسلة والشرق وعالم السودان، وليس هنالك من شجر أو حجر أو بشر في زمننا إلا يعرف الشيخ الأشقر، علم في رأسه نار. فقال لي: من هو الأشقر؟ قلت له: أنت لم تسمع بهذا الاسم والعالم الجليل؟ قال لي: لم أسمع به. فصدمت فقلت، وهو يعني ليس شابا يافعا، هو متقدم شوية كمان، يعني في الثلاثينات يعني من العمر. قال لي، أول ما قال لي أنه لم يسمع بهذا الاسم، فصرفت عن غايتي وقلت: سبحان الله، ليس بعد ذلك من حق أن أسأله ولا أجادله كمان. قلت له: متأكد أنت؟ قال لي: أنا ما سمعت بهذا الاسم. فقلت: سبحان الله، ودلفت إلى المسجد وصلينا ركعتين وترحمنا على شيخ. فهكذا تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع المتنبي. الله يرحمه يعني. أيها الأحباب الكرام، سنتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وكنت سعيد جدا أن أتحدث شيئا مما نتأمله في كتاب الله سبحانه وتعالى. واللغة العربية تأملها يأتي من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تتفصح في كلامك، تفهم لغتك العربية وتصبح عربيا، فاقرأ القرآن وتأمله وابحث بعد ذلك في شيء. أخذنا العنوان: الفرق بين الريح والرياح فيما وردت في الآيات المباركات، وتحدثنا عن الريح. سنأتي إلى الرياح إن شاء الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين، هذه تحياتي، محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. اللهم أحينا على هذه اللغة وخذنا على هذه اللغة، فإنها لغة نحبها ونحترمها ونعتز ونفاخر بها الأمم. من قناة سلام الإعلامية المباركة جاءتكم هذه الإطلالة. آمل أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة.
تحياتي مجددا مع تحايا الزملاء الذين يخرجون لكم هذه الحلقة بالثوب الذي ترونه أمامكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم دوما على الخير والمحبة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.